السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم من جديد أعزائي المتابعين في قناة بسمة ستوريز حكايتي بصوتي. تحية تقدير كبيرة لكل المتابعين الأوفياء اللي تابعونا من البداية، ومرحبا كذلك بكل المشاهدين الجدد اللي انضموا لعائلتنا اليوم. وجودكم هنا هو أكبر دعم للقناة باش نستمروا ونقدموا لكم قصص حقيقية من تاريخ المغرب. واحد الفترة من التاريخ ديال شمال إفريقيا اللي كانت عامرة أحداث كبيرة وصراعات غيرت مصير شعوب كاملة. في ذاك الوقت بزاف ديال الدول الأوروبية كانوا كيتنافسوا باش يسيطروا على أراضي في إفريقيا، وكانت فرنسا من أكثر الدول اللي وسعت النفوذ ديالها في المغرب الكبير. الجزائر كانت أول بلد في هذه المنطقة اللي سقط تحت الاحتلال الفرنسي سنة 1830. ومن ذاك النهار بدات مرحلة طويلة من السيطرة الفرنسية اللي دامت أكثر من قرن. فرنسا ما تعاملتش مع الجزائر كمستعمرة عادية فقط، بل اعتبرتها جزء من أراضيها، ولهذا استقروا فيها مئات الآلاف من الأوروبيين وبنوا فيها مدن ومؤسسات وإدارة كاملة. أما المغرب فبقى لفترة أطول محتفظ بشيء من الاستقلال ديالو رغم الظروف الأوروبية الكبيرة، لكن هذا الوضع ما دامش بزاف. سنة 1912 تم توقيع اتفاقية معروفة باسم معاهدة فاس اللي فرضت نظام الحماية الفرنسية على المغرب. هذا الاتفاق خلى فرنسا تتحكم في الإدارة والجيش والاقتصاد، بينما بقى السلطان المغربي رمز للدولة. ومن هنا بدات مرحلة جديدة في التاريخ ديال المغرب اللي هي ولادة محمد بن يوسف. مدينة فاس سنة 1909 تزاد طفل من الأسرة العلوية الحكيمة. طفل كان سميتو محمد بن يوسف. ما كان حتى شي حد في ذاك الوقت كيعرف ان هذا الطفل غادي يكبر ويولي واحد من اهم الشخصيات في التاريخ ديال المغرب. الاسره العلويه اللي كان كينتمي ليها كانت كتحكم المغرب من القرن السابع عشر، وكان عندها دور كبير في الحفاظ على استقرار البلاد. محمد بن يوسف تربى داخل القصر الملكي وتلقى تعليم ديني وتقليدي كما كانت العاده عند ابناء السلاطين، وكان معروف عليه منذ الصغر الهدوء والذكاء. سنة 1927 توفى السلطان مولاي يوسف اللي كان هو والد محمد بن يوسف، وفي ذاك الوقت كان خاص المغرب يكون عنده سلطان جديد. ديك الساعة تم اختيار محمد بن يوسف باش يتولى الحكم، لكن خاصنا نعرفوا حاجة مهمة، كان عمره غير 18 عام، يعني سلطان شاب بزاف. السلطات الفرنسية اللي كانت كدير الحماية على المغرب اعتقدت أن السلطان الجديد غادي يكون سهل التأثير عليه، وكانت كتظن أنه غادي يبقى غير رمز ديني وسياسي بلا قوة حقيقية. لكن السنوات اللي جاو من بعد غادي يبينوا أن الأمور ماشي هكا. الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي بدات في المغرب حركة فكرية وسياسية جديدة. مجموعة من المثقفين والطلبة والزعماء بداو كيتكلموا على الإصلاحات وعلى حقوق المغاربة. هاد الناس كانوا كيشوفوا أن المغرب خاصو يكون عنده دور أكبر في إدارة البلاد وما يبقاش كل شيء بيد الإدارة الفرنسية. ومع مرور الوقت تطورت هذه الأفكار وولات مطالب واضحة بالاستقلال. بعد الفترة السلطان محمد بن يوسف بدا يقرب أكثر من الحركة الوطنية، كان كيسمع للمطالب ديالهم وكيحاول يفهم الوضع ديال الشعب، وهذا الشيء خلى العلاقة بينه وبين الإدارة الفرنسية تبدا تتوتر. سنة 1944 وقعت لحظة مهمة بزاف في التاريخ المغربي. مجموعة من الوطنيين قدموا وثيقة تاريخية معروفة باسم وثيقة المطالبة بالاستقلال. هذه الوثيقة كانت إعلان واضح بأن المغرب خاصو يسترجع السيادة ديالو. السلطان محمد بن يوسف ما وقعش الوثيقة بشكل رسمي، ولكن كان كيبان عليه التعاطف مع مطالب الحركة الوطنية، وهذا الشيء خلى الفرنسيين يشكوا في الموقف ديالو. سنة 1947 مشى السلطان محمد بن يوسف لمدينة طنجة. طنجة في ذاك الوقت كانت مدينة دولية وكانت تحت إدارة خاصة. ثم لقى خطاب مشهور أكد فيه على وحدة المغرب وعلى حق الشعب المغربي في مستقبل مستقل. هذا الخطاب كان عنده تأثير كبير، بزاف من الناس اعتبروه رسالة واضحة بأن السلطان كيدعم فكرة الاستقلال. ومن هنا زاد القلق عند السلطات الفرنسية اللي هي نفي محمد الخامس. في بداية الخمسينيات وصل التوتر بين السلطان وفرنسا لمرحلة كبيرة. في 20 غشت 1953 وقع حدث هز المغرب كامل. السلطات الفرنسية قررت تنفي السلطان محمد بن يوسف مع عائلته. في الأول
تم النقل ديالو لجزيرة كورسيكا ومن بعد لجزيرة مدغشقر. الهدف ديال فرنسا كان هو إضعاف الحركة الوطنية، لكن اللي وقع كان العكس تماما. الشعب المغربي زاد تعلق بالسلطان ديالو وانطلقت موجة كبيرة من المقاومة ضد الاستعمار. من بعد نفي السلطان بزاف ديال المغاربة حسوا أن كرامة البلاد تجرحات، وظهرت مجموعة مقاومة بدات تنظم عمليات ضد الإدارة الاستعمارية، وفي مدن كثيرة وقع احتجاج وغضب شعبي كبير، والمطلب الوحيد اللي كان كيتكرر هو رجوع السلطان محمد الخامس والاستقلال. من بعد عامين من التوتر فهمت فرنسا أن الوضع في المغرب ولا صعيب. 1955 سمحات بعودة السلطان محمد بن يوسف للبلاد اللي هو محمد الخامس. كانت لحظة تاريخية، خرج آلاف المغاربة للشوارع باش يحتفلوا برجوع السلطان، ومن داك اللحظة بدات مرحلة جديدة من المفاوضات مع فرنسا. 2 مارس 1956 حصل المغرب رسميا على الاستقلال، ومن بعد ولا السلطان معروف باسم محمد الخامس. ذاك الوقت كانت دولة قريبة من المغرب كتعيش حرب صعيبة بزاف اللي هي الجزائر. ذاك الوقت كانت دولة قريبة من المغرب كتعيش حرب صعيبة بزاف اللي هي الجزائر. في 1 نوفمبر 1954 بدأت الثورة الجزائرية بقيادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية. الهدف كان واضح، هو استقلال الجزائر بعد أكثر من قرن من الاحتلال، لكن الحرب كانت طويلة وقاسية. من بعد استقلال المغرب لقى الملك محمد الخامس راسو أمام واقع جديد، بلد جار مازال كيحارب من أجل الحرية. اختار المغرب موقف التضامن مع الشعب الجزائري، وتم السماح لعدد من قادة الثورة الجزائرية يتحركوا سياسيا فوق التراب المغربي. سنة 1956 وقع حدث مشهور في التاريخ. عدد من قادة الثورة الجزائرية كانوا مسافرين في طائرة من المغرب نحو تونس، من بينهم أحمد بن بلة، لكن القوات الفرنسية اعترضت الطائرة وغيرت المسار ديالها، وتم اعتقال القادة الجزائريين. هذه الحادثة أثارت ضجة كبيرة في العالم. الحرب الجزائرية استمرت سنوات طويلة، وفي سنة 1962 حصلت الجزائر على الاستقلال، وكان هذا الشيء حدث تاريخي كبير في المغرب الكبير، وبقات هذه الفترة مثال على التضامن بين شعوب المنطقة.